تبدأ القصة مش في سلسلة كوميكس مجنونة ولا فيلم، لكن في عالم ألعاب مليان ألوان. ولما إعلان يطلع فجأة من السيستم مبروك أنت أول ملك يجلس على عرش الأرواح، الإشعار ده جوه اللعبة يخلي لاعبنا متحمس جدا، مش بس بسبب المجد لكن كمان بسبب الجوائز المغرية والتقيلة اللي ملهاش أي شبه بأي هدايا 400 مليون. لكن لحظة الفرح ما تكملش، وأول ما كان غرقان في السعادة اتفاجئ بهجوم غادر. المهاجم بعد ما هزم بطلنا ابتسم بسخرية وقال له دودة بتحلم تبقى ملك؟ للأسف أنت مش مؤهل. وفي ساعتها قرر يدفنوا مكانه. وفي نهاية المقدمة المشهد بينتقل لفراغ في المستشفى، وصوت الدكاترة مليان المكان، والمريض ذكر عمره 20 سنة وعنده نزيف شديد محتاج انعاش فوري، والنبض وصل للصفر وابدأ له انعاش القلب فورا. ومع نغمة الحياة اللي تدور فجأة طلنا بيرجع له وعيه وهو بيفتح عينيه وواجه مشهد مرعب من غير ما يفهم أي حاجة. إيه اللي بيحصل ليا؟ أنا فاكر إني اتقتلت، بس الوضع دلوقتي إيه وأنا فين؟ وقبل ما يلحق يفهم هو فين يبص لتحت ومنظر يرعبه جدا ويخليه يصرخ من الخوف، وشكله قاعد بهدوء على كوم الجثث. وساعتها يفكر انه عمري ما اذيت البشر في حياتي اللي فاتت، طب ليه انا في الجحيم؟ وقبل ما يستوعب اللي بيحصل صداع رهيب يضربه ويخليه مش فاهم حتى هو مين. بس الحيره دي بتنتهي بسرعه وقاله بيبدا يفتكر ذكرياته. اسمي باي تشي، ستريمر عنده 20 سنه، مش مشهور قوي بس عدد المتابعين زاد شويه مؤخرا. كنت بعمل بس للعبه، وكانت لعبه اكشن وتقمص ادوار بعالم مفتوح اسمها عرش ملك الارواح. واللعبه في العالم خيالي بطابع العصور الوسطى الغربيه، ومعاها تحطم سفينه فضائيه بتخلط بين حاضره قديمه وتكنولوجيا مستقبليه، واتشهرت بخلفيه عالمها الفريد بحبكاتها والجرافيك العالي. لكن مستوى الصعوبه الغريب خلى لاعبين كتير يحبطوا ويتجهوا لمنصات البث ويتفرجوا على ستريمرز وهم بيعانوا. وانا بخدعي وحيلي جذبت مشاهدين ضخمه وقدمت تجربه لعب صادمه ومبهره للجمهور. بس وانا في قمه حياتي مت فجاه بطريقه غامضه. انت تموت بس لسه عايش، او بالاصح اتبعثت من جديد على اخيرا هربت من التاثيرات السلبيه للتناسخ من الصوت دوت. وبايت شي ما يقدرش يمنع نفسه من التساؤل مين اللي بيتكلم، والصوت دوت مألوف. والسيستم بسرعه يشرح من منظور متعدد الابعاد، كل لعبه بتتخلق كعالم مستقله. ساعتها يدرك ان دوت صوت مساعد منصه الالعاب عالم الالعاب بلس، وكده الاتصال يتم. السيستم يكلم الاعلان واللاعب بايتشي بسبب موتك الجائزه الخاصه في عرش ملك الروح. مفتاح البعث تم تفعيلها، وانت دلوقتي اتبعثت من جديد في عالم عرش ملك الروح. في اللحظه ديت فهم المكافاه الخاصه هي البعث. ورغم ان وقت الموت مش واضح، بس البعث مره واحده مش وحش قوي. لكن لو فكرت اعمق، ليه ما اتبعثتش في عالم مليان بنات حلوه ومزايا كتير زي العاب رومانسيه او رحله عمليه مع بنات في حر الصيف؟ ليه باعث في عالم صعب وجحيمي زي عرش ملك الروح؟ كنت افضل اموت براحه بدل العذاب دوت. وردا على سؤال باي تشيز سيستم يوضح وجهه نظره. مفتاح البعث مكافاه فريده من عرش ملك الروح، ولا لعبه تانية عندها الميزه ديت. باي تشي حس ان الميزه مزعومه ديت فيها حاجه غلط، يا لها من ميزه بائسه، ودي اقرب للخبث. انا شبعت من لعبه قبل كده، وبطبيعه اللعبه ديت عمرها ما هتعدي مكافاه بسهوله. قول نيتك الحقيقيه، انت عايزني اعمل ايه يا سيستم يا ماكر؟ والسيستم يرد من غير اي محاوله اخفاء، باختصار اعمل اللي انت شاطر فيه، استولى على عرش ملك الروح مره كمان، بس المره ديت انك تبقى ملك هيديكي مكافاه اعظم اسمها مفتاح السفر عبر الزمن. منصه عالم الالعاب بلس بتخليك تنتقل بين عوالم الالعاب، وتقدر كمان تختار ترجع لعالمك الاصلي. واول ما يشوف الجائزه اللي جايه باي تشي يحس بفضول، بس كمان بالحيره. وليه ما تقليش الكلام دوت من الاول؟ رغم اني مهتم جدا بالمكافاه ديت، بس مستحيل اوصل لها من خلال البعث العادي، وخصوصا في عالم عرش ملك الروح اللي صعوبته جحيميه. حتى كلب شارد ممكن يعلمني درس، ورغم ان مفيش آلية بعث لا نهائيه. بس انت مش خارج بايد فاضيه، وعبر منصه عالم الالعاب بلس حسابك بيضم 100 لعبه العاب من انواع مختلفه، وكل لعبه كامله بانجازاتها. وعندك فرصه تفتح الشخصيات الرئيسيه عشوائيا عن طريق تنفيذ مهمات واهداف في مرحله مختلفه، وبكده تورث مهاراتهم وادواتهم ومعداتهم. الشرح التفصيلي اللي السيستم قال له خلي باي تشي بين عدم التصديق وحماس، وهو انا بجد اقدر اورث قدرات وادوات الشخصيات الرئيسيه من ال 100 لعبه دولت. بس شيء لا يصدق ومسر فعلا. الاحساس دوت عمل زي شفقه من السيستم بس بطريقه جذابه. انا بحب كل انواع الالعاب، ومش بس المشهوره. ال 100 لعبه دولت شاملين تقريبا كل الانواع من السائد للروائع، وبما فيهم الالعاب عندي، وحتى العاب نصيه من غير جرافيك، ومجرد فكره ان استخدم قدرات وادوات معدات الشخصيات ديت في عالم عرش ملك الروح تخليني متحمس. وسط تفكير باي تشي العميق وتامله في نفسه، السيستم يعرض عليه اختيار تاني يفكر فيه، وباي تشي يقدر كمان يختار يعيش كمواطن عادي من غير اي قوه خالص، وقرار النهائي بالكامل بايده يحدد طريقه. وطبعا باي تشي ما قدرش يتجاهل الاقتراح دوت بسهوله، وفكر فيه بهدوء. انسان عادي يتجنب اقوى الزعماء ممكن يبان امن وحكيم، بس لسه في اخطار قاتله زي الكوارث والمجاعات لازم يواجهها، ومفيش معنى كبير لكده. هو السيستم بيحاول يزقني بهدوء بعيد عن اختيار
اختيار الحياة العادية علشان يبعث عزيمتي اني ابقى ملك. وطيب خلاص نخلص الموضوع دلوقتي. وبقيت شي قلب حزم مش محتاج تقنعني اكتر من كده، انا كنت انسان عادي 20 سنة في حياتي اللي فاتت، وبعد ما اتبعثت ما ينفعش ارجع للحياة ديت تاني. واخر سؤال، هل في حدود زمنية او عقوبات مرتبطة اني ابقى ملك؟ النظام قال له ما تبقاش متوتر كده اهوت وريح نفسك، مفيش اي حدود زمنية ولا عقوبات هنا. ويبقى اللاعب باي تشي انت متأكد انك مختار طريق انك تبقى ملك من غير اي قيود او عقبات، وطبيعي جدا يختار يبقى ملك. وباي تشي وقع العقد فورا، ودوت يعلن بداية رحلته من شخص عام مجهول لملك قوي وعظيم. واول ما العقد يتوقع السيستم يعلن اللاعب باي تشي مبروك على لقائك السريع مع اسلافك، لا اقصد رجوعك السريع لعرش ملك الروح، وحظ موفق من كل الجهات. وبعد الاعلان اللي فيه نبرة هزار خفيفة من السيستم، باي تشي ينتقل لمكان تاني ويشوف كذا شخص مقلوبين راسهم لتحت وبيتكلموا مع بعض، وواحد من الرجاله في المجموعه بيبدا يتكلم بسخريه: مش انت كنت على وشك تموت من كام يوم؟ احنا افتكرناك خلاص هتروح ودلوقتي رجعت للحياه، هو انت خالد ولا ايه؟ بس مش مهم طول ما انت عايش تاني قبل ما الوحوش ترجع لعشها. يلا فكر بسرعه في طريقه ننزل بيها من هنا اهوت ونهرب من المكان الملعون دوت سوا. واللي كان بيتكلم هو جراي ساحر ووحده حراس روح الاميره، ورد على اقتراح جراي واحد تاني في المجموعه قطعه بسرعه: انت بتهزر يا جراي، مستني من عيل جبان ينقذنا؟ انت شفته كان مرعوب ازاي من كام يوم وبيعيط على امه وابوه مبلل هدومه، لو ما كانش في خونه ما كانش اتحشرنا في الورطه ديت. وده كان هاوس محارب وحارس تاني من حراس الاميره. واول ما هاوس خلص كلامه صوت بنبره سخريه دخل: ايه يا اميره مينا دلوقتي ولا اي حاجه من ديت ليها معنى، نموت وخلاص. انا زهقت من كل الدمار دوت والكلام الساخر دوت. قالوا داكو وصياد رجل نمر مكلف بحمايه الاميره. واخيرا الشخص اللي كان ساكت طول الخناقه ديت ظهرت وسط المجموعه. الاميره مينا كانت هاديه بشكل مريب وسط الفوضى، وده اثار الفضول عن حياتها. وباي تشي حس ان بقى عارف اسمائهم ومشاكلهم بعمق، وفجاه يدرك ان في حاجه مش مظبوطه. الشخصيات دي كانت شخصيات غير لاعبه من اللعبه، بس كان مستحيل لشخص لسه متولد زيه يقابلهم بدري كده، ودوت مش حتى نقطه البدايه في اللعبه الاصليه. والتفكير في الموضوع دوت كان مرعب، ولو كنت اخترت طريق الانسان العادي ما كنتش موت اول ما اتولدت. وخبص مستوى الصعوبه الجحيمي دوت باين عليه مبرر ومناسب بشكل غريب. ودلوقتي وهو بيفكر اكتر تفاصيل شخصيته بدات تتكشف. وباي تشي كان في قاع المجتمع التابع للجنس البشري وبفئه وظيفيه غير مكتمله، والحبكه اثناء البعثه كانت اتلخبطت تماما، وده خلى حاجات كتير مش مفهومه. لان القصه الاصليه للفصل الاول من اللعبه كانت المفروض تبقى اتولدت في قريه انكا من المستوى 1 ل 10، بعد كده هو بتروح الغابه المحترقه من المستوى 10 ل 20 علشان اكمل المهام. وبعد ما فعلت خط القصه الاجباري اتقبض عليا من الزنزانه متحركه من المستوى 20 ل 30 وانقاذ الاميره منى ورفاقها اللي كانوا متعلقين مقلوبين، وفي الاخر التعاون علشان يهربوا من الزنزانه الجديده بنجاح. لكن بالنسبه لبعث باي تشي كل حاجه كانت مختلفه تماما. بدايته كانت متلخبطه خالص بس مفيش اختيار تاني. باي تشي اضطر يسيب القصه ديت دلوقتي وما يفكرش فيها كتير، والاهم دلوقتي يختار مهنه بدايه الاولى وبعدها يقدر يحط تكتيكات محدده، والبقاء اهم من اي تفكير. وبيفكر وهو بيفتح السيستم فورا علشان يختار مهنه ليه، وعلى طول السيستم بيعرض عليه اختيارات مهنه مختلفه، واولهم المحارب فئه قتال قريبه ومعاه سيف طويل ودرع وهجوم ودفاع متوازنين ولقبه تانك كين. وتاني الساحر فئه قتال عن بعد وبيستخدم عصايه وسحر للهجوم والعلاج، وبيطلق عليه في الصيني كافي، ومصطلح احيانا بيتقال على الشخص الماهر اللي بيعمل ضرر كبير. وتالتهم القاتل فئه قاتل قريبه وبعيده وبيستخدم خناجر وسكاكين راميه وسرعه هجوم ورشاقه استثنائيه. ورابعهم سيد العناصر فئه قتال قريبه وبعيده وبيستخدم عصايه او كوسه بيتحكم في قوه الطبيعه للهجوم. واخيرا المبتدئ الشخص الكل بيبص له باحتكار، بل بيحتكروه اللي اقل منه، ومفيش اي خصائص خاصه ولا درع اضافي في البدايه، كل اللي معاك قماش وعصايه. ومن غير تردد باي تشي اختار المبتدئ، وده خلى السيستم محتار جدا مع ان كل الاختيارات المهن المفيده ديت ليه تختار الاضعف وصعب اعلى نسبه صعوبه في البقاء. وكنت فاكر ان اختيارك المره ديت هيبقى مختلف لما شاف حيرته. باي تشي شرح باقناع اختيار المهنه لبذره ملك الروح ليه علاقه بنسبه البقاء واسلوب القتال، ورغم انك تقدر تغير مهنتك في نص اللعبه بس مستحيل تهرب من اطار المهن الاساسيه. بس فئه المبتدئ هي الوحيده اللي عندها مهارات بقاء صعبه جدا، ولو عديت مرحله الجحيم الاولى ونجوت هتلاقي شخصيه غير اللاعبه مخفيه في نص اللعبه مسؤوله عن تنقيه الخصائص، وساعتها تقدر تغير المهنه بحريه من غير اي قيود. والصعوبه هي الاعلى بس المكافاه كمان الاعلى. وغير كده هو في خاصيه مخفيه ضخمه، تبديل غير محدود بين المهن علشان تجمع كل الانجازات كل المهن مره واحده، وكمان مش محتاج تعيد البدايه بمهنه مختلفه كذا مره. وعلشان كده ممكن تبقى اول واحد يخلص الزنزانه ويكسب حق الاكمال الكامل. ونرجع للموضوع الاساسي، مش غريبه انك لاعب مستوى صفر. المهمه الرئيسيه اتحدثت، والمهمه الرئيسيه البقاء لحد مخرج الزنزانه. مكافاه المهمه نقطه فتح حساب
الواحد، ونقطة فتح الحساب تقدر تفتح 25% من حقوق استخدام العناصر في مخزن اللعبة الحالية عشوائيا ومن غير حد أقصى للمستوى، أو فتح حساب لعبة جديد عشوائيا مع 25% من حقوق استخدام العناصر المقابلة والمهارات. وإشعار السيستم بالمكافأة خلى باي تشي يدرك إن الهروب من الزنزانة الجديدة هو الأولوية القصوى، وبكده باي تشي بدأ يشتغل على مهمته. ساعتها الباقيين بدأوا يتكلموا، وأخيرا فوق لنفسك، وابتدوا يدوا أوامر كأنهم ملوك وشايفين الحبل اللي هناك اقطعه هينزلنا نهرب سوا، ومفيش غلطة هو اقطعه. لكن بخبرة حياته التانية باي تشي كان عارف الحبل بيعمل ايه، ففضل واقف مكانه رغم طلباتهم. وبعد شوية عمل كل اللي قالوه، وبسبب كده اخد شكرهم. ومن غيرك كنا لسه متعلقين مستنيين نموت، وبدل ما ندور على الموت بنفسنا كنت افضل اتحمل معلق في الهوا مستني الموت. ودلوقتي مش وقت الكلام يا جراي، فكر في طريقة تصحي الأميرة ويلا يلا، وممكن تبطل تتذمر طول اليوم يا هاوس. وجراي كان بيحاول بهدوء يصحي الأميرة، وفجأة تهاجم بحاجة خلته يطير وبيتخبط بعنف في الحيطة القريبة. ولما شاف صاحبه متهاجم فجأة الباقيين اتفزعوا، وبعدها وحش ظهر قدامهم كلهم، وكان زعيم قبيلة الوحوش المتحورة مود هياكو متغطي بدمه. الوحش كان وصل لمستوى 30، والناس اللي قدامه مجرد أكل، وقال لهم الأكل لازم يبقى متخزن وما يتحركش. ولما الوحش ظهر حراس الأميرة عرفوا إن زعيم قبيلة الوحوش المتحورة، وليه ظهر فجأة وسط حيرتهم. باي تشي ضحك في سره، وهو كان عارف لو اخترت انقذهم هنا اللي مستنيه هو الزعيم الزنزانة. المعركة هتبقى صعبة جدا، وكل واحد لازم يطلع كل اللي عنده. بس لو حاربت انا وفي حالتي الحالية كمبتدئ 3 مرات من غير خصائص من غير مستوى من غير معدات، انا ميت لا محالة. والمهم دلوقتي اطلع من هنا لوحدي الاول واخد مكافأة نقطة فتح الحساب وارجع انقذهم ولا لا اتكرر بعدين. ورغم انهم شخصيات غير لعيبة ومهمين دلوقتي، بس بقاء انا هو الأولوية القصوى. وبالفعل باي تشي عمل نفسه مش شايف حاجة ومشي، والحراس نادوا عليه يا ولد انت بتعمل ايه وليه مش بتساعدنا؟ ناوي تهرب لوحدك؟ اللي بيحصل فعلا. حراس الأميرة كانوا لسه معلقين وبيصرخوا انت بتفكر في ايه؟ فاكر نفسك تقدر تهرب من الزنزانة لوحدك؟ انت ما عندكش اي حكم، بلاش نضيع وقتنا معاه، ده مجرد مبتدئ ما عندوش اي حاجة، لا ذكاء ولا شجاعة، وراهن انه مش هيعيش دلوقتي. مش مهم، انتوا مش هتصدقوني على اي حال، هتفهموا قصدي لما يجي الوقت. وزي ما هو متوقع حاجة ظهرت، وحش ظهر. كان مستغرب شوية لما شاف باي تشي، فباي تشي كان باين عليه مستعد يواجهه. واول ما شاف الوحش اندفع ناحيته، وحماة الأميرة ابتدوا يتكلموا مع بعض. وشفتوا قلت لكم حتى وحش متحور مستوى 5 اكتر من اللازم على مبتدئ مستوى 1 زيه، ميت اكيد. ومن غير ما يهتم بكلامهم باي تشي وقف قدام الوحش وبيفكر حتى لو اخترت ما انقذهمش مش هقدر اتجنب القتال. وهزيمة وحش مستوى 5 صعبة بس مش مستحيلة بالنسبة لباي تشي بمهارته العليا وهو في مستوى 0. وباي تشي تفادى هجوم الوحش بسهولة، ولما شافوا كده الحراس صخروا وهو تفادى مرتين. ايه الحظ المجنون بس حد لاحظ ان مش حظ، وهو تفاداهم مرتين. ورغم انهم باينين عشوائيين كان في الوقت مثالي، والولد مش بسيط. بس ده مش شغل انا كل اللي عايزه اموت. والباقيين ابتدوا يدركوا ان باي تشي ما يستهانش بيه، وباي تشي ابتسم لنفسه وهو مبسوط تمام. الربط بين جسمي وعقلي كمل، وحتى من غير دعم خصائص او معدات او فئة. الخبرة وردود الفعل من معارك لا حصر لها لسه موجودة. والوحش اتجنن بعد ما فشل يضرب باي تشي، فقرر يرمي عليه مباشرة، وانفجار هز الارض حصل، وكل افتكر ان باي تشي مات او على الاقل اتصاب اصابة خطيرة. لكن باي تشي طلع من وسط الانفجار سليم زي ملك ماسك سلاحه البسيط، وبدأ يلوح بالعصاية ويفضل يضرب الوحش ضربات ضعيفة متتالية، وفضل يضرب من غير توقف. وبعدين وقف واعتدل ووجه العصاية مباشرة للوحش، وقال المرة هضربك ضربة قاتلة. والوحش وهو كائن قوي اتضايق جدا انه بيتضرب زي الجرو من انسان مستوى 1، وحاول يندفع ويمزقه، بس خطته كانت للحياة اللي جاية. وباي تشي دفع بسرعة وضربه بعصايته فلف راس الوحش وقتله. الحراس اللي كانوا متعلقين مقلوبين اتصدموا، مبتدئ مستوى 1 قتل وحش متحور مستوى 5 من غير ما يتأذى وبعصاية خشبية. بس شخصية هالو كيتي كانت لسه مذهولة ومعجبة بموت الوحش. واحد تاني كانت اهدى شوية وقال اعترف ان استهنت بيه، بس هو استهلك كل قوته علشان يقتله بالعافية، وده مش هيزود فرصة بقائه، ولسه واحد ماشي على رجلين ميتة. من غير ما يهتم بكلامهم باي تشي قعد فوق جثة الوحش وهو بيلهث وبيفكر رغم انه يقدر يتجنب الهجمات بالخبرة والحكمة، وفرق قوة الهجوم مستحيلة بتتسد في وقت قصير، وخصائصه واسلحتي لسه ضعيفة جدا. بس مفيش مشكلة، بما اني اخترت الطريقة الجديدة اعتمد استراتيجية التجنب، وتجنب المعارك غير الضرورية هو احسن حل. وبعد ما هزم الوحش السيستم ظهر له باشعار اللاعب باي تشي هزم وحش متحور مستوى 5، حصل على 100 نقطة روح وقطعتين ذهب وسلاح الناب المحطم وزيادة 5 في القوة الهجوم القريبة. ورقة حالته ظهرت وهو بيبص عليها، فكر تاني صفحة خصائصي زي ما توقعت لسه محتاجة 900 نقطة روح علشان اطلع مستوى، وقتل الوحش علشان اطلع
مستوى مستحيل دلوقتي، والهدف النهائي هو الهروب من الزنزانة بأسرع وأمن طريقة. وبالفعل قاموا ومشوا، ولما شافوا ماشي من غير تردد الباقيين نادوا استنى شوية يا أخي، أنت بجد مش هتفكر في اقتراحي؟ وفي ناس أقوياء كتير إن هوت، وفرصة نجاتنا لو خرجنا سوا أعلى بكتير، ونزلنا وخد اللي أنت عايزه دهب ومعدات. وهما بيتوسلوا الأميرة مينا اللي ما بقتش فاقدة الوعي اتكلمت. خلاص يا جراي مفيش داعي للتوسل، لو مش قادرين نهرب بقوتنا يبقى مش مستاهله نموت، ولو حتى الزعيم دوت مش قادرين نتغلب عليه ازاي هنتغلب على المخاطر الكبيره في طريق استعاده مملكتنا؟ وصوت الاميره المفاجئ فاجئ جراي اللي ما كانش يعرف انها فات من غير ما تهتم بكلام جراي. الاميره بصت لباي تشي وابتدت تقيمه مبتدئ مستوى واحد. اختيارك كان غير حكيم بس انا بحترمه رغم ثقتك الكبيره. عايز اديك نصيحه، الخط بين الحياه والموت رفيع جدا، لازم تتصرف وبتأني حتى لو انزلقت في موقف صعب تقدر تفضل ثابت وهادي بكرامتك. كان بيفكر مش غريب انك الملكه اللي هترجع مملكتها. مينا ذكيه فعلا وقال لها انا عندي خطتي الخاصه، وما كانش عايز اقولها لاني لو قلتها مش هتصدقوني، بس انا هرجع اكيد وانقذكم كلكم. واول ما سمع الكلام دوت هاوس حس كانه عض في سم، لعن وقال له انت بتهزر، انت بتستهبلنا ولا بتستهين بعقولنا؟ والاميره اللي جنبه اضطرت توقفه وتزعله. لم نفسك يا هاوس، كفايه تصرفاتك شبه الكلاب وعندك طاقه تشتمه، ما تفكر ازاي احسن نهرب. اما باي تشيف كمل في اللي هو عارفه وفكر في كمان حسب القصه الاصليه حتى لو ما انقذتهمش هم هيلاقوا طريقه يهربوا بيها، بس لو ما انقذتهاش فعليا هيفوتني شويه مكافآت وانجازات مهمه متعلقه بانقاذ الاميره مينا. وانقاذهم ولا لا ده كله معتمد على اني اهرب بسلاسه، ونوع المكافاه اللي هاخدها طبعا مينا مهمه، بس بقائي حي لازم يبقى الاولويه. والزنزانه ديت اخر زنزانه في الفصل الاول من اللعبه، وفيها حاجات حلوه كتير مستخبيه. في الاول كنت بلف في كل ركن فيها واجمع كل حاجه، وانا حافظ المكان دوت صمه علشان اقابل اقل عدد من الاعداء واضعافهم. لازم اختار الطريق دوت، وكمان لازم انقذ شخصيه مهمه. بالاعتماد على ذكرياته القديمه باي تشي وصل بامان لمخزون كنوز الزنزانه، وقدامه كانت في جره غريبه وحس بوجودها واتكلمت. ومين هناك؟ الريحه ديت، انت مش وحش متحور؟ تعال قرب ما تخافش. ايوه كده. ويمكن مستغرب ازاي الجره بتتكلم، مش الجره اللي بتتكلم ده الشخص اللي جواها. بصراحه ايوه انا اللي جوه الجره ديت، دخلت الزنزانه ادور على كنز وهرب من الوحوش الشيطانيه المتحوره واستخبيت جوه الجره ديت، بس سحرهم حبسني فيها من غير قصد، مش قادر اطلع من غير غلطه. واللي محتاج تعمله انك تكسر الجره وانا هتحرر، وما تقلقش انا حاسس باللي حواليا ومفيش وحوش متحوره قريبه، وتصرفك هنا مش هيشد انتباههم. واول ما سمع كلام الشخص دوت اللي في الجره باي تشي ما ترددش ولوح بالعصايه وكسر الجره اللي قدامه. ومع الجره المختومه اتكسرت شخص طلع منها وكان لوتشي ليفل 27 وكان شخصيه غامضه، حتى النظام ما كانش عارف فاته ايه. بعد ما خرج من الجره لوتشي لقى باي تشي مثير للاهتمام وليفل 1 نوب ومثير، ومهما كان انا مديون ليك اقدر انفذ ليك طلب واحد معقول غير ما يرفض عرض باي تشي طلب مساعدته فورا. وقال له صاحبي اتقبض عليهم ووسط الوحوش المتحوره في الزنزانه ديت وعايز انقذهم، بس انا ضعيف لو سمحت ساعدني. ولويتشي الكبير قال فهمت، انت شجاع ومحل تقدير بس مش حكيم، بس دوت حظ كويس لانك قابلتني وانا موجود وانت في امان وخليني اوجهك. وبالاتفاق دوت الاتنين اتحركوا، بس سوء الحظ دايما بيلاقي طريقه وهم ماشيين قبله، وفجاه وحش صغير في الزنزانه، او بالحقيقه مش صغير قوي، كان وحش متحور بالغ ليفل 18 وما كانش ضعيف زي اللي باي تشي قتله قبل كده. واول ما شافه لوتشي شم ريحته المألوفه وعرف بسرعه ان نفس الوحش اللي حبسه في الجره، وبطبعه العصبي لوتشي اندفع فورا وهجم الوحش بقوته الساحقه. ولوتشي اخترق الوحش بضربه واحده وشفط جزء كبير من صحته، وهو بيقاتله شتمه بغضب كنت هتموتني جوه الجره ديت، روح للجحيم. ومدفوع بسنين من الغضب والمكبوت لوتشي قاطع راس الوحش بسهوله، وباي تشي اللي كان واقف وراه ما قدرش الا ينبهر. ولوتشي الكبير انت قوي قوي ومذهل. ولما اتشكر لوتشي استمتع بالكلام وحط سيفه على كتفه وقال اقول لك ايه، ما كنتش هدخل الزنزانه ديت ادور على كنوز من غير شويه جراء، يلا نكمل. وهو بيكمل توجيهه باي تشي وصلوا لحافه تانيه جوه الزنزانه، وباي تشي قال هنا هوت وسمعوا صوت صحابي جاي من تحت ومش عارف لسه هتمستحملين ولا لا. ولوتشي الكبير لازم نلاقي طريقه ننزل بيها بسرعه وننقذهم. واول ما سمع الكلام دوت لوتشي جاله اسرع حل ووقف ورا باي تشي وشاطه برجليه ورماه جوه الهويه على طول. والراجل دوت مش بس عصبي ده كمان متهور اكتر من ما هو عاقل، واتشل فجاه واترمى لتحت، وباي تشي ما كانش قدامه غير انه يصرخ وهو واقع بحريه في الهويه. وفي اللحظه ديت لوتشي اللي قاعد فوق كشف عن طبيعته الحقيقيه. معلش مرض القديم رجع، وكل ما اشوف حد واقف على الحافه ما بعرفش امسك نفسي الا وازقه لتحت، بس الرغبه دي كمان ممكن اتحكم فيها. في الاخر انت اللي انقذتني، بس مين قالك تبقى عبقري؟ عبقري اي حد يشوفه واحد لازم يقتله، ده قانون. كلامه حير باي تشي، عرف ازاي انه عبقري. اول ما سمع صوت باي تشي اتفاجئ، هو
وكمان انت وقعت من ارتفاع بالشكل دوت ولسه عايش تحته ومعاك حتى صحه بالعافيه. وباي تشي ابتسم له وقال له لو كنت نطيت بنفسي كنت مت اكيد، بس علشان لوتشي هو اللي زهقني ما ينفعش اموت. لكن جوه دماغه باي تشي كان لسه بيفكر مع اني ما متش، الم تمزيق اعضاء الداخليه حقيقي، بس لحسن الحظ انا كنت عارف ان في اداه تحت هنا هو تقدر اخدها. علشان كده هو باي تشي لقط قاروره روح الدم ومعاها قطعه من حجر هوانج جونجا. ولما لوتشي شاف ان محاوله قتله لباي تشي فشلت لفوا ومشوا بيتمتم. سمعت ان العباقره ناس غريبه جدا، واضح ان ما كنتش لازم ازقه من فوق، كنت قطعانه في ظهره احسن، ده ضياع. بس انت محبوس في الهويه العميقه ديت ومساله وقت وتموت، استنى موتك واحده واحده. وتوضيح بس عن لوتشي، هو شخصيه غير مضمونه ام بي سي ودايما بيحب يزق اللاعبين من فوق الجرف في اللعبه الاصليه، بس لو استغليت ميكانيكيه انك تتزق وما تموتش تقدر توصل لمنطقه مخفيه كتير. لكن اعداد العباقره دوت عمره ما ظهر في نظام عرش ممالك الروح. ايه الهبل دوت وعبقري ايه؟ وتمام يا ولد، معظم المعلومات عن العباقره مقفوله، والحاجه الوحيده اللي اقدر اقولها انهم اشخاص مخصوصين رجعوا من عالم من موت لاسباب خاصه ومجهوله. وشايف غضب النظام باي تشي خمن في سره ان المعلومات المقفوله ديت مهمه جدا ومفيش وقت لللف ولا الدوران، ولازم اعرف مين اللي عايز يقتلني. وهويه العبقري ديت معقده قوي، لازم اتعامل معاها بحذر علشان المركب ما تتقلبش بيا في نص الطريق. ودلوقتي مش محتاج اقلق من النقاط ديت، الطريق اللي قدامي ممكن ما يكونش فيه وحوش متحوره بس مليان تضاريس خطيره ولازم اكون مجهز نفسي، الخطر الحقيقي لسه بادئ. وهنا بنكون وصلنا لنهايه الحلقه، ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، وسلام.